في راجل أهله أخواته أمه كانوا دايما بيتدخلوا بينه وبين مراته، وكانوا بيطلبوا منه إنه يطلقها، اللي هو كان بيزنوا عليه وكانوا طول الوقت بيكلموه لا هي مش كويسة فيها عيوب كذا، لا طلقها. وبيقولك بعد ما من كتر ما سمع كلامهم وطلقها، بعد ما طلقها خلاص هو قفل على نفسه الباب وكان مستنيهم بقى يكملوا زي ما كانوا بيكلموه. مجرد ما طلق مراته وقفل على نفسه الباب، كل واحد بقى قاعد في بيته، واخواته كل واحدة قفلت على نفسها بقى بابها مع ولادها ومع جوزها، وخلاص بقى كل البيوت اتقفلت وهو بقى قاعد وحيد. وندم على القرار، انتوا فين من يعني خربتوا بيتي وخلتوني طلقت مراتي وانتوا كل واحد قفل على نفسه. فدي مشكلة بتبقى موجودة في معظم البيوت. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. في بعد تشابه في هذا الأمر. طب أنا عايز أقول لك حاجة، هو متى يتدخل الأهل في حياة الأبناء؟ والله يا أخي لو تدخلتم بما يرضي الله تبارك وتعالى، دخلتم في الإصلاح. مش قال لك إيه في القرآن؟ إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد إصلاحا، هو من اللي يريد إصلاح؟ الزوج والزوجة ولا الأهل؟ الأهل. إن يريد إصلاحا، الأهل لو عايزين إصلاح هيصلح ما بينهم، مش الزوج والزوجة. ده الزوج والزوجة عايزين بس أي كلمة تطبطب عليهم يرجعوا لبعض. لكن لا، حقيقي المشكلة لو فضلت بينهم هتتحل. هتتحل. لكن الأم تقول لا ده عمل فيك وسوى فيك وعمل وعمل، طلقيه وأنا هجوزك سيد سيده. أو يتدخلوا في أمور ما هيش بتاعتهم. يا عم سيبوا الأبناء يعيشوا زي ما هم عايزين، دي حياتهم ودي حريتهم ودي أسرتهم. يا أخي دعه كيفما يشاء، خلوهم يحبوا بعض زي ما هم عايزين. ليه الأم تتدخل وتقول شوف راحت عند أمها وما قالتش، شوف راحت مش عارف إيه، شوف راحت لغاية أما إيه، أما يطلقها. أو ممكن يحدث في بعض الأمور إنه يقتلها. الحادثة اللي حصلت في المنوفية من فترة دي، والابن قتل الزوجة عشان خاطر الأم. هي توصل للدرجات دي يا أخي؟